أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: موسيماني يتحدث عن زرع دوافع جديدة للاعبين وذلك بعد تحقيق الدوري وأفريقيا وكأس مصر. تحدث موسيماني وأكد على ضرورة زرع دوافع جديدة للاعبين وذلك بعد تحقيق كل البطولات في الموسم الحالي. تحدث موسيماني وقال: نرغب في أن نزرع الدوافع الجديدة التي كانت موجودة عند وائل جمعة ومحمد أبو تريكة في اللاعبين. نرغب في أن تكون الدوافع متجددة لدى اللاعبين دوما ولا يكتفوا ببطولة أو 2 أو 3. لا نستطيع أن نفعل أي شيء بدون جماهير الأهلي وسنعمل بكل ما نملك لإسعادهم وتحقيق بطولات في المستقبل. نأمل في تكرار هذا الإنجاز في الموسم الجديد بالفوز أيضا بالدوري وأفريقيا. خبرنا الثاني: سيد عبد الحفيظ كهربا يحتاج للمزيد من التركيز. تحدث سيد عبد الحفيظ وقال: ما حدث في مباراة نهائي الكأس سوف نتعلم منه، لكن يزال أمامنا مزيد من البطولات من أجل تحقيقها. القادم أصعب ولا بد أن يواجه هذا بنوع من التواضع، لأن الكورة زي الدنيا، يوم تديك ويوم تلف وتديك ظهرها. كهربا لاعب متميز ولاعب صاحب خبرات، ولكنه يحتاج للمزيد من التركيز في الفترة القادمة لأنه يمتلك شيء مختلف عن باقي اللاعبين. جميع اللاعبين بحاجة للمزيد من التركيز في المرحلة القادمة، لأن النادي الأهلي داخل على الدوري وعلى أفريقيا وعلى بطولات كثيرة. خبرنا الثالث: سيف زاهر عصر خطف اللاعبين من الأهلي والزمالك انتهى. تحدث سيف زاهر وأكد على أن عصر خطف اللاعبين بين الأهلي والزمالك انتهى تماما، ولن يتصارع الأهلي أو الزمالك على أي لاعب في الفترة القادمة. سيكون هناك زيارات بين مجلس إدارة الأهلي ومجلس إدارة الزمالك، وذلك من أجل نبذ التعصب في الفترة القادمة. وأكد سيف زاهر على أن كل ما يقال بشأن انتقال أي لاعب من الزمالك للأهلي والعكس كلام غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، بل هناك توجه من الدولة بعدم حدوث هذا الأمر من أجل نبذ التعصب وتعويض ما حدث في السنوات السابقة من إثارة التعصب. خبرنا الرابع: محمود كهربا يعلق بعد فوز الأهلي بكأس مصر. تحدث كهربا وقال: الكأس بالنسبة لي شيء مهم، هي الخامسة لي في تاريخي. فزت بالكأس مع إنبي والزمالك والخامس اليوم مع الأهلي وسعيد بذلك. حققنا بطولة الدوري وكأس أفريقيا 3 بطولات في 10 أيام. الهدف توفيق من ربنا بعد اجتهاد الكل وربنا كافئني. خبرنا الخامس: طاهر محمد طاهر يتحدث بعد الفوز بكأس مصر. تحدث طاهر محمد طاهر وقال: أنا بخير الحمد لله، تعرضت لجرح كبير، كنت أعرف بأنني تعاقدت مع نادي بينافس على بطولة في كل أسبوع. هذا هو النادي الأهلي الذي يحارب على كل بطولة، وعن وجود أكتر من منافس على مركزه زي أجاي وكهربا. قال: هذا شيء جيد أن تمتلك أكتر من بديل في الهجوم. المنافسة ستكون في صالح الفريق في النهاية. والجدير بالذكر بأن هناك بعض الأخبار من داخل النادي الأهلي تفيد بأنه بعد عودة أجاي من الإصابة هيلعب في مركز المهاجم الصريح على حساب مروان محسن، نظرا لأن مركز الهاف ليفت يوجد فيه طاهر محمد طاهر وكهربا.